الدفاعية بالكامل في هذا اللقاء والاعتماد على المرتدات. هذا الشيء اللي يراهن عليه المدرب أنيس بن الحبيب أمام فريق يلعب فيه كريستيانو تاليسكا وفوفانا وبروزو وتيريز، بالإضافة إلى أسماء محلية رائعة في تشكيلة النصر. بروزوفيتش لا جامي، تيليس، فوانا، مادو، لا جامي، بروزو، فوفانا، بروزو، طويل الكرة خلف المدافعين رائعة باتجاه غريب داخل المنطقة، يحاول غريب بلمسة لتاليسكا. الله 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 الله، يا ولد يا ولد يا ولد، بروعة كبيرة يا نصر، العالم يصل إلى الشباك أخيرا. لدغة تاليسكا، تمريرة بروزوفيتش، مهارة غريب، نهاية بهدف نصراوي جميل 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 جميل، بلقطة في منتهى الروعة. بروزو يا جماعة، بروزو يا جماعة، بروزو لاختصار المسافات، بروزو لأجمل التمريرات، بروزو لصناعة الفارق. غريب عدى بمهارة، تاليسكا بلدغة بضربة بروعة بتسديدة بهدف نصراوي كان في الانتظار. النصراوية يحلقون في سماء الطائف الآن بأول ظهور حقيقي في العربية بالنسبة لي على المستوى الشخصي. أتكلم بعد مباراة صعبة بدنيا ضد الشباب، اليوم ظهور حقيقي لفريق كاسرو بعمل كبير فني في الشوط الأول، وأيضا بالتقدم في النتيجة بالهدف الأول لمصلحة أندرسون. تالي أفضل ومهم جدا طبعا بداية الموسم كيف تكون، إذا تحقق نتائج رائعة في هذه البطولة، تفوز بهذه الكأس، كون 100% جاهز على مستوى المعنويات قبل أولى مباريات الدوري. الأمر المهم جدا تجانس الكبير لعناصره. أفوقاتنا باللجامي، هدف لم يكن منتظر. الاتحاد المنستيري يتعادل بهدية باللجامي. سوء تفاهم العقيدي في اللقطة الماضية. ما الذي حدث؟ لا أحد يصدق ما حدث. ما الذي صار في اللقطة الأخيرة؟ ما هذا الإعصار والكرة الطويلة؟ ماذا جرى بين لجامي وحارس مرماه العقيدي في وهلة في لقطة؟ صادق لعب كرة تقريبا بأول لمسة كان محظوظ. لجامي كان الهداف بعد صناعة الكرة من حارس المرمى. الحارس هذا السيناريو، لكن كل شيء يمكن أن يحدث. طويلة باتجاه مبانا، يحاول داخل المنطقة أقرب إلى العليوي مرة أخرى بكرة على جهة اليمين. الكرة لسلطان الغنام، عرضية رونالدو بالراس. يا ولد يا كريستيانو، رونالدو يدرك الهدف الثاني في ليلتك يا كريستيانو. لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يهدأ، لا يمكن أن يشبع. رونالدو والبصمة، يحب يكون هدفه هدف انتصار، هدف انتصار في ليلة انتصار. حلوة اللقطة العرضية وأجمل لقطة لكريستيانو رونالدو. هدف العادة، الهدف الثاني لمصلحة النصر، الهدف من جانب كريستيانو. العرضية روعة، رونالدو بالراس، يا سلام. قل لي بربك متى ستشبع يا كريستيانو. 38 سنة ولا زال يحطم الأرقام والشباك والمشككين. رونالدو كم هو محظوظ النصر انه مثل احد اعظم اللاعبين عبر التاريخ. الليلة رونالدو يضع البصمة انه يحق في مباراة الليلة، انه لا يكون هدف 2-0، لا، يحب انه نفوز بهدف رونالدو، انه فاز النصر بهدف كريستيانو يسجل. وبالتأكيد شفنا ردة فعله بعد المباراة الأخيرة ضد الشباب، عدم الرضا. الليلة كل الرضا لأنصار النصر بهدف كريستيانو وفرحة رونالدو. النجم البرتغالي يؤكد للجميع رغبة الكبيرة في انتصار بعد آخر
في موسم. ونحن في الثلاث دقائق الأخيرة. الفرصة لمصعد بروزوفيتش، عرضية بالراس رونالدو. العامري للنصر ثلاثية في منتهى الروعة عالمية للنصر عن طريق العامري بروعة كبيرة بجانب رونالدو. الراس الأولى الرائعة من كريستيانو، والنهاية جميلة لعبد الله العامري يسجل هدفا نصراويا ثالثا بطريقة رائعة. العرضية من بروزو، راس كريستيانو ومتابعة عبد الله. شوفوا مرة أخرى بالراس من رونالدو. العامري في التوقيت الرائع بمواصفات مهاجم وليس مدافع، بذكاء وتحرك مهاجم وليس مدافع، بحس تهديفي لمهاجم وليس مدافع. العامري تأثيره مهم في الكرات الثابتة. رونالدو بضربة راسية رائعة. صادق مرة أولى نجح، صادق مرة أولى لم ينجح، صادق لم يبقي النتيجة على حالها، وصادق من يقول أن النصر سيكون في هذا الموسم منافسا على كل شيء بقيادة صاروخي موريرا كريستيانو ووجود بروزو العنيك في وسط الميدان. الهدف لعبد الله العامري والفرحة للنصر بثلاثي دقائق الماضية. الشوط الثاني بالذات الجزء الأخير من الشوط الثاني قل العطاء بالنسبة لفوفانا. خاطئة من حارس المرمى. تاليسكا يحاول يلعبها على اليمين. الرابع يا نصر، الرابع يا عالمين. هدف رابع جميل يا نصر جميل بتمريرة جميلة بعشق السنين وفرحة المشجعين. تاليسكا يمرر، النصر يسجل الرابع بهدف رائع يؤكد لك على أفضليته بالطول والعرض في هذه الأمسية الكروية. النصر يتقدم بهدف في منتهى الروعة بعد تمريرة. طبعا تاليسكا في مثل هذه الكرات لا يمكن أن يضيع التمريرات الرائعة. عليه وعبد العزيز حطها بشكل رائع وضع البصمة. تاليسكا التمريرة، العليوة في الاندفاع في الهجوم. في النهاية النصر يملى العين ما شاء الله في مباراة الليلة بهدف رابع بعطاء جيد بلمعان لبروزو، بهدف لكريستيانو بصناعة، وهدف لتاليسكا بأداء مقنع لتيليز. شوط أول مذهل لفوفانا، معطيات تجعل النصراوية في حالة عالية معنويا، وانتظار الأيام القادمة ليكون العرض أكثر قوة وأكثر جمالا في الفريق النصراوي وفي الاستحقاقات القادمة. غريب يترك مكانه لخيبري، مباراة طيبة جدا لعبد الرحمن. خيبري يأخذ مكانه وأيضا